ده احدث قطر ممكن تركبه في مصر حاليا لو رايح اسكندريه، قطر التالجو. القطر اللي هتحسه انه طياره مش قطر عادي بسبب مستوى الرفاهيات والراحه اللي بيقدمها، بل بالعكس بيعتبر اعلى من مستوى شركات طيران اقتصاديه كتير. الكراسي مريحه جدا والمسافه اللي قدام كل كرسي كويسه، واميز كراسي طبعا هي اللي موجوده في بدايه او نهايه كل عربيه، وده علشان بيكون قدامها الترابيزات ديت واللي بتقدر انك تستخدمها لو هتاكل او معاك لاب وهتشتغل. مستوى الثبات في القطر مختلف عن اي تجربه تانية ليك قبل كده، وكمان بيكون في شاحن لكل كرسي. وطبيعي طالما مستوى القطر بالشكل دوت انك تلاقي حمام بمستوى كويس زي دوت. لكن خلي بالك كراسي الدرجه الثانيه مش بتتحرك زي الدرجه الاولى، فلو محتاج كرسي بيتعدل ويكون اوسع خليك في الدرجه الاولى في الاسباني او القطر الفي اي بي. كمان القطر فيه بوفيه متنوع جدا من اول السندوتشات لحد الوجبات الكامله، واللي متوسط سعرها 165 جنيه. القطر حاليا ليه 3 مواعيد من القاهره لاسكندريه و3 مواعيد من اسكندريه للقاهره. نيجي بقى لاهم نقطه وهي سعر التذكره. سعر تذكره الدرجه الاولى حاليا 234 جنيه والدرجه الثانيه 150 جنيه. القطر بيتحرك بالدقيقه فعلا وبياخد حاليا ساعتين ونص